ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان ينفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله وعلى المستضعفين من المسلمين. روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وفي رواية أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، فبكى أبو بكر وقال: وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. ولذلك لما رام ذات يوم عمر الخطاب أن ينافس أبا بكر وأن يسابقه لم يستطع. روى أبو داود والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هذا عمر ليس بالشيء الهين، هذا عمر، لكن هذا أبو بكر. روى أبو داود والترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فأتيت بنصفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: قلت: أبقيت لهم مثله. قال: ثم جاء أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: لا أسابقك إلى شيء أبدا. مثل هذا يسبق؟ كيف يسابق مثل هذا؟ كيف يسابق؟ أنت الآن فعلت نصف المال، هذا ليس بشيء هين، نصف الثروة هذه، فلا تظن نصف الثروة، واش هي نصف الثروة هذه قارنها بما عندك لتعلم قدرها. وهذه لم تكن المرة الوحيدة التي فعل أبو بكر في هذا. يوم الهجرة جاء بماله كله، كل مال أخذه معه ينفقه في سبيل الله. وبهذا نفهم ما روى أبو داود في كتاب الزهد له عن عروة بن الزبير قال: أسلم أبو بكر، وكان له يوم أسلم أبو بكر وله 40,000 درهم.